اهلا كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هاد الشهده هادي بمقادير اللي هي جد بسيطه وبطريقه اللي هي سهله وكتجي خطيره ومفشفشه واعره. بالنسبه للمقادير تدرج فيها كاس ديال الماء يكون شي شويه دافي، وكاس ديال الحليب حتى هو يكون شي شويه دافي. من بعد زدت عليهم نص كاس ديال السنيده صافي، ومن بعد زدت معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. من الاحسن تكون شويه المعلقه كبيره بزاف. ما علينا، هنايا درت قشور ديال الحامض. راكم عارفين لو ديت النكهه حسب باش تحيد ديك المذاق ديال البيض. المهم هنايا خلطت كلشي وزدت عليهم زدت عليهم فانيا وعاود ثاني خلطت وزدت كاس ديال الفورس. المهم بالنسبه للفورس كديروا كاس ديال الفورس الا كان داك الفورس كيشرب فكديروا كاس ونص تقريبا، ولا ما كانش كيشرب كان الفورس اللي هو زوين كديروا غير كاس. انا كيف ما كتشوفوا درت غير كاس، خليتهم هنا قلت لكم حتى يخمروا مزيان، وكنزيد عليهم نص كاس ديال الزيت، صفار بيضه، قبيصه ديال الملح وخماره كنخلط عاوتاني مزيان. وكنزيد عليهم هنا ثلاثه الكيسان ديال الفورس، ولكن راه كما كتشوفوا حيت كنبقى نصفي بشويه. وزدت عليهم معلقه ديال الزبده، ولكن هنايا قلت لكم انا عندي الفورس ما كيشربش، فزدت تقريبا شي 4 لا هي هذيك. المهم في المجموع العام درت شي 4 الكيسان. هنايا كما كتشوفوا بقيت كنشكل كويرات صغيورين بالمعلقه حتى كملت كلشي تدورتهم على لاطه كامله، وزدت وسط منهم كل كره درت وسط منها شوكولاته. المهم هنا الشوكولاته كيبقى اختياري، اللي بغات ديروا اللي ما بغاتش ما ديروش. المهم داك كيبقى الاختيار ديالكم. كيف ما كتشوفوا هنايا خديت داك الصفار ديال البيضه الاولى اللي كدرت البياض ديالها، خليت الصفار ديالها حتى دهنت به ديك الشهده من الفوق. راه كيجي باش كيعطي ديك الحموريه من الفوق باش كتحمر مزيان، وراه ما كتجيش فيه ديك ريحه السفوريه، بالعكس كيجي زوين وخطير. باش درت الفورس في المره الاخرى راه خليته عاوتاني العجينه حتى خمرات عاد باش ما درتها هنايا في اللاطه. المهم راه غير باش تكون في بالكم، راه خليت يعني بحال بتقولوا خليت العجينه خمرات 3 المرات. المره الاولى فاش درنا هي عاديه، المره الثانيه فاش درنا الفرص على 4 المرات، والمره الثالثه باش درناها في اللاطه عاوتاني. المهم من بعد ما خرجتها من الفران طلعت الشكل ديالها، راه جات واعره ومفشفشه، جات خطيره. البنات كنصحكم بالتجربه ديالها، كتجي زوينه كيف ما كتشوفوا راه فيها شوكولاته من الوسط. المهم جات واعره. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه. كان هذا هو الفيديو، نتلاقاو في فيديو اخر. بسلامه.